السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يلا بقى هنبدأ بقى ايه، بسم الله. انا هحط بس حتة فلفلاية صغيرة حمراء الاول. انا عايزة البانيه بقى كان في كيس. هسيبها كده بس تاخد ايه صدمة. طبعا قطع البانيه دي زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات، انا كنت خاليه صدر فرخه خلاص، وقطعته قطع مكعبات وحطيت عليه بشرت بصلتين 2. هو الصدر كامل، بشرت بصلتين 2. عايزه تبشري بصلايه ماشي براحتك. بشرت بصلتين وحطيت ملح وفلفل ومعلقه عسل اسمر، وسبتهم بقى بشرت البصله وسبتهم بقى في التتبيله ديت يجي ساعتين 2 في قلب التلاجة. حطيتها في كيس في قلب طبق وحطيتها في قلب الايه التلاجة. عندك دبس رمان حطي، ما عندكيش حطي عسل اسمر، ما عندكيش حطي معلقه سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها بقى لحد ما تتشرب الميه بتاعتها، بتنزل ميه بسيطه، تتشرب الميه بقى بتاعتها خالص، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين بقى، تعالى السمنه خلاص اهي. هنجيب ميه سخنه ونحطها كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها بقى مع نفسها. نغطيها بقى لحد ما تتشرب. خلاص هي قربت تشرب الميه بتاعتها اهي وتستوي، وبعد كده هنشوف بقى نعمل ايه حاجه بتخلي الطعم بتاعها بقى ايه يبقى روعه. هنشوف هنعمل لها ايه. ايه رأيكم بقى؟ تاكليها بقى جنب مكرونة، جنب رز، تعملي سندوتشات، يبقى احلى عشاء واحلى غدا، ووفرنا واحسن من الكيلو اللي هو ب100 ودلوقتي. هنحط بسم الله الرحمن الرحيم على الفحمة. ونغطيها بقى، واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.